السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خناقة ميدو وأسامة نبيه بالنسبة لي أنا ما استغربتهاش تماما، أنا بالنسبة لي عارف إن ده الزمالك وده حال الزملكاوية، لكن على النقيض وفي الجانب الآخر الكابتن الخطيب لما نلاقيه واخد حسام غالي ومطلعه على المنصة وبيقدمه على إنه رئيس البعثة، فبالتالي كأنه رئيس النادي في وجود رئيس النادي نفسه. فده مش غريب على النادي الأهلي لأن ده موروث عند النادي الأهلي، لأنه حصل مع الخطيب نفسه. كابتن صالح سليم لما كانوا رايحين جوهانسبرج يستلموا الدرع بتاع نادي القرن، فصمم ان هو ياخد الخطيب وقعدوا معاه 14 ساعه، 7 ساعات رايح 7 ساعات جاي، يتكلموا ويتشاوروا في كل حاجه واكتسب خبرات. بيعد كادر، مش قصه ان انا صالح سليم انا اللي اروح واتصدر واخد اللقطه وانا مفيش الكلام ده في الاهلي، فبالتالي ده متوارث ولحد النهارده. حسن حمدي انت ما كنتش تشوفه في لقاء، يعني تعدوا له اللقاءات الصحفيه اللي عملها مش هقول لك التلفزيونيه. فبالتالي عندك في الجانب التاني في الزمالك تلاقي ان يعني كله بيتصارع على مصالحه. تلاقي الكابتن سيادة الموسيقار لو سقط في انتخابات يرفع قواضي ويرفع جنح وقصص وحكايات علشان خاطر يشيل المجلس اللي نجح، وبالتالي يتشال المجلس اللي نجح فتيجي لجنة فيعيش الزمالك في قصة. فمش مشكلة، المهم مصلحتي انا الشخصية، المهم مصلحتي انا. يجي لحد النهارده عمك الاستاذ ممدوح عباس ليه فلوس فيصادر على حساب النادي، وهكذا دايره كده. فايه علاقه كابتن ميدو وكابتن اسامه نبيه بالكلام ده؟ ببساطه الاثنين كل واحد فيهم له مصلحه، المصلحه بتاعتهم تعارضت مع بعض فكان ده الناتج. وزي ما قال الفيلسوف الكبير الزملكاوي بتاعهم احمد عفيفي، لما قال لك انت عايز تشوف الاثنين على اصلهم او تطلع اسوأ ما فيهم، حط الاثنين في منافسه مع بعض، وده اللي حصل. فعندك ميدو بيقدم نفسه لجمهور الزمالك على انه حمل حمى وهو اللي بيتصدر وهو اللي بيجيب حق الزمالك ومفيش حد يقدر يتكلم ولا يعمل اي حاجه معاه، وهو بقى ايه من الاخر كده ايه يعني كصحه ومساحه. والزمالك بيحب الموضوع ده قوي، بيحب الذكوره، يعني هو بيميل للموضوع ده، احنا زي مرتضى ذكر لا مش عارف مين ذكر وهكذا. في الجانب الاخر الكابتن اسامه نبيه مصلحته تعارضت ببساطه لان ابنه هيجيله فلوس اكتر في نادي تاني نادي بيراميدز، فلا صباح الفل ولا زمالك ولا بتاع، مع ان الكابتن اسامه نبيه نفسه هو اللي كان بيقدم نفسه قبل كده على انه بيحب الزمالك قوي، بالرغم من انه موجود في غزل المحله وبيلاعب الزمالك، الا انه جاله فرص كتير كتير وضيعها قدام الزمالك. ليه؟ لانه بيحب الزمالك. او مش مهم بقى النادي اللي بيديله فلوس، مش مهم يبقى مخلص للمكان اللي بيشتغل، لا المهم انا بحب الزمالك. فقدم نفسه لان هو بيحب الزمالك. ليه؟ لان مصلحته دلوقتي ان انا الجمهور يحبني. طب انا مصلحتي دلوقتي ان ابني لا يمشي، ابني يمشي من النادي لانه ياخد فلوس اكتر وهكذا. وكذلك ميدو ما ينفعش يبقى فشل، يبقى عنده اسامه نبيه، يوسف اسامه نبيه فشلت الصفقه. هيبقى عنده صفقه سيف فاروق جعفر فشلت، هيبقى عنده ناس بتتكلم لا انا لازم اخد اللقطه. وده حال الزمالك. بص على شيكابالا، بص على يعني هي ماشيه مع الزمالك كده، اللي محترم فيهم بيطردوه بره، بعكس الاهلي هو العكس تماما. القاعدة إن الناس بتحب بعضها أو بتحب المصلحة بتغلب المصلحة، ولذلك كان اسمه الأهلي فوق الجميع. فالناس بتغلب المصلحة، اللي مش طبيعي هو اللي بيعمل حاجة عكس كده، لأن مفيش حد مثالي. ولكن الطبيعي حاجة والقليل أو الشاذ هو الأهلي بيطلعه بره، بعكس الزمالك القاعدة هناك مقلوبة 180 درجة. فمش غريب إنك تشوف في خناقة مريض نفسي غلاوي حقود كلام كله يعني. فده الزمالك، دول الزملكاويه وده الزمالك. فين الناس المحترمه؟ فين الناس المحترمه في الزمالك؟ فين حسن شحاته؟ فين كابتن حسن شحاته؟ فين الكابتن حماده عبد اللطيف؟ فين الناس اللي بتقول الصح صح والغلط غلط؟ الغلط هنا لازم نصلحه والصح صح نعمله، بغض النظر عن حب الجمهور لينا او اننا ناخد لقطه او كده. فين ده موجود؟ مش موجود. فعلشان كده دي النتيجه الطبيعيه، ده النادي الاهلي وده الوضع اللي فيه الاهلي، وده الزمالك وده حال الزمالك ودي نتائج الزمالك.